بداية اسمحوا لنا أن نتوجه باسمكم بالمباركة للشعب المغربي ولمدربنا الكابتن سلامي بحصول المنتخب المغربي الشاب تحت 20 عاما على بطولة كأس العالم بعد فوز مستحق على من؟ على الأرجنتين بطلة العالم بهدفين ملعوبين، وإن شاء الله يكون هذا الفوز محفزا لشبابنا ولكل إخوتنا العرب إن شاء الله. نبدأ الحلقة. انتهت المرحلة الثانية من إعداد المنتخب نحو المونديال، انتهت بخسارتين أمام بوليفيا بهدف في الرمق الأخير، وخسارة بالأربعة أمام ألبانيا في العاصمة تيرانا. خسارتان أرجعتا التصنيف الدولي لمنتخبنا الوطني 4 مراكز لنصبح حاليا في المركز السادس والستين. مع هذه المعطيات بدأت الآراء تغزو المنصات المختلفة بين منتقد لأداء المنتخب في المباراتين أمام بوليفيا وألبانيا، وآخرين منتقدين لاختيارات المدرب في كلتا المباراتين أيضا. الانتقادات وبعض الآراء وصلت حدا نحتاج فيه إلى إرجاع الميزان لوضعه الطبيعي، ألا وهو ميزان الاستقرار. هذا الميزان الذي شكل معنا قصة نجاح بالتأهل إلى كأس العالم. فالبعض وصل بانتقاده لمرحلة التشكيك وقدرات المدير الفني الكابتن السلامي القادم من المدرسة المغربية التي لتو حصل منتخبها الشاب على بطولة كأس العالم. تعدد الآراء والانتقادات حالة طبيعية، ولكن من غير طبيعي أن نشكك ونساهم بخلق حالة من عدم الاستقرار بالثقة بالمنتخب والجهاز الفني، لأنه لعب فلان ولم يستدعي فلان، والمفترض أن نلعب مع المنتخب الفلاني، وإلخ إلخ من التحليلات الكثيرة. فالمفارقة العجيبة أنه قبل شهر وأيام قليلة تقريبا تغنى الجميع بأداء المنتخب أمام المنتخب الروسي في موسكو التي انتهت بالتعادل، والأغلبية، وأقول الأغلبية، اعتبرها تجربة غنية تم تعزيزها بلقاء أقل قوة تقريبا مع جمهورية الدومينيكان لإرجاع الثقة التهديفية لمنتخبنا كما تحدث سلامي. إذن ما الذي حدث بشهر ونصف تقريبا؟ لم يحدث شيء. اللاعبون استدعوا في أيام الفيفا وتم خوض لقاءين، وبرر الجهاز الفني تجربة كافة اللاعبين في المباراتين أمام بوليفيا وألبانيا بقوله إنها مرحلة تقييم حقيقية للاعبين المستدعين. اليوم وفي حلقة الليلة سنناقش الآراء بأطرافها كافة، ونحاول ما استطعنا أن نطرح الأسئلة التي طرحها الجمهور. لماذا لعب الكابتن سلامي بالفريق الثاني أمام بوليفيا؟ وهل الخسارة فعليا تعني أننا لا نسير على طريق الصحيح؟ السؤال الثاني، لماذا خسرنا بالأربعة أمام ألبانيا رغم تقدمنا بالنتيجة في تلك المباراة؟ وهل استفدنا من هذين اللقاءين في تقييم اللاعبين كافة، يعني في فوائد إيجابية؟ وهل الخسارتان شككتا في قدرات الجهاز الفني المغربي الذي نتغنى بين العرب بالتعاقد مع المدرسة، كونه من مدرسة وصلت وأنجزت في كأس العالم؟ وهل فعلا تم تقييم كافة اللاعبين في كافة المراكز مع مدارس مختلفة، أمريكا الجنوبية، أوروبية؟ ولماذا، سؤال أيضا، لماذا يتم تقييمهم اليوم وليس خلال الفترة الماضية؟ أيضا سؤال مطروح. وهل ظهرت مقومات لاعبين البدنية أمام منتخب قوي بدنيا كمنتخب ألبانيا؟ والسؤال الأخير الأهم، هل يسير المنتخب بالطريق الصحيح؟ الإجابات عن كل هذه الأسئلة إن شاء الله مع ضيوفي في حلقة الليلة. عن منتخب النشامة وتحديدا عن المعسكر الأخير، أبدأ مع ضيفي الأستاذ أمجد المجالي رئيس الاتحاد الأردني للإعلام الرياضي. أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلا وسهلا فيك كابتن. أهلا وسهلا. وأيضا أرحب بالمدرب الوطني، مدرب المنتخب الوطني سابقا الكابتن القدير أحمد عبد القادر. مساء الخير كابتن أحمد. يسعد مساك كابتن مهند، يسعد مساء ضيوفك. أيضا من الدوحة أرحب بالإعلامي الرياضي صاحب الضحكة الجميلة دائما الأستاذ محمود الفضلي. هلا بضحك. مساء الخير كابتن. مساء الخير، متشرف وجودي معك. مساء الخير على الكباتن. اهلا وسهلا. نبدا الحوار. طيب، ما بدي احكي انه هل منتخبنا بخير، داخلي اخر سؤال، لكن كيف تقرا مشهد الانطباعات والاراء حول نتائج المنتخب في المرحله الثانيه، مباراتي بوليفيا والبانيا بشكل عام؟ شوف كابتن، ما بعد تأهل إلى كأس العالم يختلف عن قبل تأهل كأس العالم، وما قبل وصافة كأس آسيا تختلف عن ما بعد وصافة كأس آسيا. شو السبب؟ إنه عندنا إحنا السقف بالطموحات ارتفع. يعني دائما إحنا جمهورنا عاطفي، بأي جمهور بالعالم هو جمهور عاطفي. جمهور عندما يصل منتخبه إلى وصيف نهايات كأس آسيا لأول مرة في التاريخ، وأيضا يتأهل كأول منتخب عربي، لا شك بأن هذا الجمهور العاطفي هو يريد أنه المنتخب يكون دائما بأفضل صورة، فعشان هيك الطموحات دائما ترتفع. فأنا بشوف إنه كل هذه الانتقادات بتصير أو الجدل هي ظاهرة صحية، ظاهرة صحية، لأنه هم بالطموحات عندهم ارتفعت. صار عندنا يجد أن المنتخب هو منتخب عالمي، فصار دائما أنه أي نتيجة بتكون سلبية أو كذا بتحس أنه ردة الفعل أقوى من أول، لأنه صارت الغيرة أكبر على المنتخب
وصار طموح مرتفع بطريقه مختلفه عن السابق. طب هذا هو الجدل. اختلف الاداء المنتخب في المباراتين؟ نعم، في مرحله اولى وفي مرحله ثانيه. نعم المنتخب، شوف بصراحه المنتخب الان هو ندرك للكابتن جمال السلامي انه في فتره تحضير، لكن الاداء الان هو مش بالتركيز الكبير اللي احنا معولين عليه. هو ممكن في خطط معينه، في تكتيكات معينه عم بيشتغل عليها، ما استقر بشكل كامل على الاطار العام. ممكن ال 15 لاعب او ال 16 لاعب عم بيحاول. ليش؟ لانه نحكي بصراحه الكابتن جمال السلامي لابد ان يكون يدرك انه في لاعبين تراجع مستواهم، في لاعبين الجاهزيه عندهم نزلت. نعم، يعني الان احنا بحاجه انه موسى التعمري ليس موسى التعمري في نهايه كاس اسيا، انا بحكي على المردود الاداء، وهذا لانه عم نحكي في المرحله الثانيه الحاليه. يعني انا لما بشوف موسى التعمري الان هو من البدلاء مع نازرين، مباراه امبارح نزل بالدقيقه 78. ليس خيار اساسي. هذا بياكد لك. نعم، يزن نعيمات بحاجه الى مباريات اكثر. يعني لما صار ياخذ مباريات مع النادي العربي بلش يعود باهداف، لكن فانا كنت بتوقع انه لازم يكون ينعطى هذه اللعيبه اكثر بالمباريات ومجرد مباريات. يعني يزن نعيمات انا كنت بتمنى اشوف المباراتين لانه بحاجه الى مباريات اكثر، بحاجه انه يرجع للجاهزيه. بحط علامه استفهام على التغيير الكبير اللي صار في مباراه بوليفيا. هلا هو مدير فني له رؤيته، لكن انا ممكن كناقد او كذا بشوفه باتجاه اخر. بدي اسال اشورك نقحم الكابتن احمد عبد القادر وضيوفنا. كابتن احمد، بوليفيا لعب بالصف الثاني، هل انت مع هذا تؤيد ما فعله؟ لانه بصراحه ما عندوش غير هالفتره يجرب اللاعبين في تجارب قويه، كون المرحله الماضيه كانت يعني مباريات حساسه، كانت تصفيات كاس العالم، يعني صعب يدخل لاعبيه في مراكز، بده يخلي الهيكل واحد. اسمع رايك حول هذا الموضوع. شوف كابتن ماند، يعني بالنسبه للراي الفني، يعني مباراتنا مع بوليفيا، اول شيء بتعرف قاعده اللاعبين كلاعبين المنتخب الاول عندنا قاعده مش كبيره، وفي جاب كبير بين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. يعني هو قدر انه يستدعي مجموعه من اللاعبين من المنتخب الاولمبي، وبرضه مجموعه من اللاعبين زي السميري، زي مجموعه من اللاعبين حاول انه يجربهم قدام بوليفيا. اليوم هذا واقعنا، احنا ما راح نقدر نهرب من الواقع. يعني وين بده يروح يلعب مباريات؟ مجبر انه الكابتن جمال السلامي يلعب هاي المباريات من اجل خلق رديف حقيقي للمنتخب الاول، وهاي الفرصه بغض النظر بصراحه عن النتائج. اليوم احنا بدنا منتخبنا زي ما لعب امام روسيا، اذا بدنا منتخبنا يلعب زي ما لعب امام روسيا، اذا بدنا نعطي الكابتن جمال السلامي، عرفت علي، يعني الحريه في الاختيار والحريه في طريقه تشكيل المنتخب من هان لنهائيات كاس العالم، لانه القاعده عندنا مش كبيره، الدوري عندنا مش قوي، عرفت علي. مجموع اللاعبين الموجودين عندنا في الخارج، مجموع اللاعبين الموجود عندنا في الخارج غير كافي انه يكون في لاعبين اساسيين وبدلاء، وزي ما تفضل الاستاذ امجد انه في عندنا لاعبين مثلا مستواهم متراجع بحكم انهم ما بيلعبوا، فهو برضه كمان في يعني في ضغط كبير. اليوم احنا بدنا نحكي، احنا راح نصبر على المنتخب، بالعكس احنا واصلين لمرحله التوب وفرحانين بمنتخبنا، سواء يعني انه احنا من ابطال اسيا او سواء احنا متاهلين من اول الفرق العربيه لكاس العالم. هذا شيء انجاز كبير. احنا بدنا نبني على وصولنا لكاس العالم بالتروي، عرفت علي، بالتروي وعدم الاستعجال، انه نعطي الرجل يعني فرصته انه يقدر يشتغل يعني في المنتخب. ما بنقدر يعني نحكمه، احنا كل واحد بده اياه يشتغل بالصوره اللي هو بده اياها. نعم. اليوم هو جرب مجموعه من اللاعبين، طلع ببعض الامور الفنيه الجيده، لكن انا رؤيتي مثلا من الناحيه التكتيكيه المفروض انه احنا راح نلعب مع فرق معظمها قويه، انه يتحدد تكتيكنا، يعني مثلا الزون الدفاعي، الضغط الهجومي، الضغط العالي، ضغط منتصف الملعب، ضغط من امام ملعبنا. هاي الامور هي لازم تتحدد مشان انه يقدر منتخبنا يمشي عليها بطريقه مميزه. وشفنا منتخب المغرب امبارح كيف يعني قدر انه طيب كابتن احمد يخطف الكاس العالم من الارجنتين بذكاء. يعني انت كابتن احمد تؤيد ما فعله باشراك الفريق الرديف او الاحتياط في مباراه بوليفيا لمشاهدتهم، لانه كثير من الناس انتقدوا المتابعين انتقدوا انه يلعب بالاساس يفوز على بوليفيا، لانه احنا في عندنا تصنيف دولي ممكن يتراجع اذا خسرنا، رغم اننا خسرنا في الدقيقه 89 الهدف سجل. كابتن احنا معرضين بصراحه، يعني يكون يعني المفهوم انه معرضين احنا للخساره، يعني انا احكي واقع، معرضين كنسبه مئويه للخساره اكبر من انه نفوز. يعني ممكن نتعادل نسبه اعلى. احنا راح نلعب مع فرق مميزه وفرق قويه ومعظمها بتمتاز بالقوه وبالسرعه وبالتكتيك العالي. المفروض انه احنا نعطي المنتخب وندعمهم بصراحه، وندعم الكابتن جمال السلامي بهاي الفرصه، انه ما فيش معه مجال انه يختار. يعني بالعكس، يعني كانت هي مجازفه كبيره منه انه يلعب بمجموعه من اللاعبين امام بوليفيا مشان انه يقدر يختار ويمشي على قواعد ثابته، لانه عندنا كاس العرب. نعم. برضه كمان هاي ممكن تساعده، ممكن يخرج برضه كمان لو طلع بلاعب او لاعبين او ثلاث، وشفنا هذا الحوراني بلش. نعم. مثلا ممكن انه ياخذ يعني مكانه في المباريات الدوليه، ممكن يكون بديل حقيقي للمدافعين الموجودين معنا. نعم. فهو بصراحه يعني خلينا نحكي بالعكس، انا كنت حابب